السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده المطبخ شوش والجو ساقع 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 ساقع. قلت اما اقوم اعمل ايه بقى؟ حاجة حلوة للعيال. عندي حتة سمنة بلدي. طالما في سمنة بلدي في لبن، قلت اما اعمل لهم ايه؟ شعرية بسكر زي زمان. كانوا بيخلونا سقعانين ولا حاجة، تروحوا عاملين لنا الاكلة دي بتدفي جدا. فاحنا قاعدين متكتكين بقى والدنيا ساقعه، قمت من تحت البطانيه وقلت ما اعمل لهم حاجه تدفيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه شعريه بسكر كده بقى بلبن، هوريكم بتتعمل ازاي. سهله خالص. اديكم بس فكره، ممكن تكونوا ناسين الحاجات الحلوه دي. الحاجات دي بتدفي. عايزين نتكلم بقى شويه واحنا بنعمل الشعريه كده. نتكلم على ايه؟ عن الكورونا. ازاي نخلي بالنا من ولادنا وربنا يحفظهم يا رب، والحافظ ربنا. دلوقتي انا سمعت الدكتوره بتقول لازم ناكل ولادنا الاكل اللي في البيت. يعني لازم تقومي تفنني بقى وتتعبي نفسك وما تجيبيش الدليفري ده تاني، ولا تديهم فلوس ان هم يشتروا حاجات من بره. الدكتوره كمان قالت، اللي انا سمعتها، قالت ان الكورونا اهم حاجه فيها انك تتغذى كويس وتعلي جهاز المناعه بتاعك. ازاي؟ انا اجيب دي احسن عشان تقيله كده. تقول بقى ياكلوا عيالهم الصبح لازم عدس الصبح. يعني حاولي الشتاء ده تاكليهم عدس كتير، لانه غني بالفيتامينات وفي نسبه حديد عاليه. اي حاجه فيها نسبه حديد. بتقول كمان في الفول، ياكلوا فول وياكلوا عدس. بلاش الاكلات اللي هي الهمبرجر والحاجات اللي بتتباع بره دي، والسجق وسندوتشات الكبده، الحواوشي، الحاجات دي بلاش منها. يلا بقى نعمل الشعريه بتاعتنا. يفضل ايدي فيها كده لحد ما تحمر، عشان ما تبقاش واحده وواحده، ما تبقاش واحده محروقه. نجيب من الجنب كده. هنعمل ايه للسقعه دي بقى؟ يعني طاجن شعريه لو بيتباع بره بقى، ده نعمله مشروع بعد كده في السقعه دي. الشعريه بتاعتي تطلعها ريحه بقى سمنه البلدي حلوه في البيت بجد، حاجه نضيفه. قربت اهي تتعمل، وانا مسخنه ميه في الكتل. هروح مزوداها ميه، بس مش هحط عليها سكر على طول. استنى لما تغلي كده وتطرى، وبعد كده احط معاها السكر. لو حطيتي السكر معاها وهي في اولها كده مش هتستوي. اعمل ايه بقى؟ عندي سفندي وعندي برتقال، قالوا لي هيسقعنا، اعمل لنا حاجه سخنه. يلا احط الميه بقى. الميه بقى الله، زي كأن بسوي رز. الميه يا دوب تغطيها بس. هي الحله كبيره، الكميه دي نص كيلو. نغطي عليها بقى ونسيبها. لو مش عاملاها بسمن بلدي حط لها شويه فانيليا لو عندك. اهي اديها تقليبه كده. انا مش معليه عليها، انا مغطيه عليها. نقديها تقليبه كده بقى، ونحط لها السكر بتاعها. السكر حسب الرغبه، يعني نص كيلو ياخد له بتاع ربع مج كده او اقل. وكل ما تكونش مسكره كل ما كان احسن. حطيت شعريه بسكر كده بلبن، يعملوا تدفيه وريحه حلوه كده ودفى واحنا قاعدين. هتتشرب بقى ونغرفها بس. خلاص هي دي الشعريه.
الشعريه اتعملت ما خدتش مني 10 دقايق، لا ما كملتش بجد. اهي استوت اهي. دوقها كده، شوف عايزه سكر ولا لا. محتاجه سكر. نحط لها سكر بقى ونغلفها بيها كده. تحبي السكر كتير حطي، تحبي يدلع انت براحتك يعني، انت عارفه مزاج ولادك. استوت بقت جميله اهي. بقلب السكر بقى، اطفي عليها ونغرفها. نغرفها في الطاجن بتاعي. طاجن الزغنطوط ده لشوشو، بتقولي اعملي لي في ده. اشتري طواجن وخلوها في البيت، مش غاليه والله وصحيه وسهله في غسلها. بتقولي اعملي لي في ده. حط اللبن بقى. شفتوا جميل ازاي؟ اقل حاجه في البيت وفرحي ولادك وقومي اعملي لهم حاجه تدفيهم. في ناس بقى بتحب اللبن كتير وناس بتحبه شويه. انا بس ايه، اقلب لهم فيها كده عشان بصوا سخنه جميل ازاي. قومي اعمليه جميل، مش ولادك مش هيقولوا لك لا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللي ما اشتركش يشترك لو سمحتوا. حاجه سهله وبسيطه والله، انا بفكركم باكلات زمان. يلا شوشو دي بقى اعمل لها ايه، اجيب لها معلقه صغيره لو دي كلها تاكلي بيها. يلا حاجه كده بقى بالف هنا وشفا. قومي دفي ولادك واعملي لهم الحاجات الحلوه دي، مش هتاخد منك وقت طويل. يلا بالصلاه على النبي كده بقى ايه، ما تنسوش تعملوا لي لايك لايك لايك. باي باي.